قبل اي حاجه كاتونجا جت منين؟ هنموت نفسنا في الملعب. النتيجة دي بتاعت ربنا. في ناس في النص ما تقبلتش الوضع، فاللي تقبل هو اللي كمل. هي دي هنا، هي دي منتل. على طول عايز ابقى كويس، وده عمره ما هيحصل. نزلت من عنده وخدت قرار ان انا مش هاجي نادي تاني. طب ما تيجي بقى نخش جوه قصه كريم. انا قعدت 6 شهور من غير نادي. انا واحد من الجمهور، انتوا اللي عملتوه. انت بتجيب جوان كتير ليه؟ هنداوي 100 في الزاوية الأرضية. اهلا بيكم في حلقه جديده من ام تي سي بودكاست. النهارده يا قاضي حلقه عزيزه على قلبي، عشان احنا معانا راجل رياضي من الطراز الاول طبعا. بيلعب على مستوى دولي، شارك في اولمبياد، شارك في كاس عالم، وبغض النظر عن قد ايه هو بطل في رياضته، هو انسان على خلق عالي جدا، ومتهيألي كل الناس بتحبه، وحتى النوادي الجماهيريه سواء اهلي او زمالك بيحبه، لان هو طبعا. دايما بيشرف مصر ودايما مشرفنا في البطولات، ودايما رجل المهام الصعبه. معانا مين؟ معانا النهارده الحارس التاريخي والحالي لمنتخب مصر وحارس نادي الزمالك كابتن كريم هنداوي. اهلا وسهلا. كريم، ايه الاخبار؟ الحمد لله وشرفنا ونورنا. والله انا مبسوط جدا ان انا معاكم طبعا. الله يخليك. قبل اي حاجه كاتونجا جت منين؟ كاتونجا كان في 2 اسمهم كريم في الفريق، انا وواحد تاني كريم من القاضي. فالمدرب بقى شاف ان هيسمي كريم كانو وانا كاتونجا. هو مشيت بقى كده، فضلنا بقى على طول بقى أوكي. كاتونجا وكانو يعني، أوكي. ففضل الاسم معلم مع الناس يعني. بس تحس ان كاتونج برضو كده في في طاقه يعني. ليه حلو. ليه الطعم بتاعه بصراحه أيوة. مختلف يعني. حلو. طيب احنا دايما يا كريم في البودكاست عندنا بنحاول يعني نطرح مواضيع مع ناس، سواء هم رياضيين ابطال او ناس متخصصين في المجال، عشان بنحاول على قد ما نقدر ناخد الخبرات بتاعتكم وندي العلم ده او الخبرات بتاعتكم للي بيسمعنا، لعل وعسى ان احنا نسلط الضوء على اهمية التطوير الذهني والفكري للرياضي. وطبعا انت ما شاء الله زي ما قلنا عديت بحاجات كتير قوي، فمش هنلاقي حد برضو يعني احسن منك يقول لنا خبراته ويقول لنا قصصه، وازاي قدر يتغلب على مواقف كتير صعبة يمكن في ناس كتير هتبقى متشوقة ان هي تسمعها. يعني لعبه الهاندبول لعبه في مصر سمعتها حلوه، واحنا حتى كجمهور متابعين دايما املنا فيها وفيكم كبيره، ولكن انا بحس الجيل بتاعكم ده فضل ربنا عليكم الحمد لله وساب تعبكم، يعني ان حصل تطور من منتخب كويس لمنتخب كويس قوي، والسمعه كده السائده منتخب رجاله، ودي انا بحسها مش فنيه ولا تقنيه ولا بدنيه، هي دي هنا، هي دي منتل. احكي لنا كده عن الرحله دي، يعني انتوا قاصدين تعملوا الكلام ده جت بالصدفه؟ اخر فتره عامه من المنتخب حصل تطور رهيب في الاداره الفنيه للمنتخب. كان في شويه حاجز ما بيننا وما بين الدول الاوروبيه، ومش عايزين نتطور شويه، او احنا بنكابر شويه ان احنا عندنا معلومات وعندنا تاريخ الهاندبول، لكن على ارض الواقع احنا كان ناقصنا حاجات كتير جدا ان احنا نتعلمها. اعتقد ان احنا اخر جيل حضر الاداره الفنيه الجديده اللي هي بتاعه الاوروبيين شويه. كان بقالنا فتره كبيره جدا ما جاش مدرب منتخب اجنبي، مدرسه اسبانيه. يعني احنا ما كناش عارفين ان المدرسه الاسبانيه مختلفه عن كل المدارس عامه في العالم، عندهم هاندبول مختلف تماما. فكر يعني حاجات ديتيلز في الهاندبول احنا ما كناش اصلا وصلنا لها، وابتدينا نكتشف قد ايه ان احنا لما كنا بنلعب الفرقه دي كنا ممكن بيضحك علينا واحنا مش واخدين بالنا. في حاجات كتير قوي كانت ناقصانا، في حاجات كتير قوي ما اتمرناش عليها. فاحنا كجيل ابتدينا يعني مش سهل انت تستوعب فكر جديد. يعني انت على طول شايف ان انت كويس، شايف ان انت بتلعب كويس، شايف ان انت بتأدي الى حد ما كويس من وجهة نظرك، لكن على ارض الواقع هو لا، انت في حاجات كتير قوي ناقصاك. فالحمد لله ان كان في تقبل شويه ان احنا لا، احنا فعلا محتاجين ده. مع الفكر شويه بتاع اللعيبه، وفي لعيبه شويه احترفت، فابتدى يبقى في يعني تطور رهيب في الهاندبول مع النتائج الصغيره، المنتخب الناشئين ومنتخب الشباب. ده ادى شويه بوش كبيره. احنا حضرتك انتوا اكيد عارفين قبل كده الهاندبول اصلا ليها قاعده جماهيريه، يعني مش المنتخب الحالي هو اللي عمل القاعده الجماهيريه، لا، هو من زمان جدا الهاندبول لعبه محبوبه في مصر.
فندي كل الناس حقها. الناس اللي من اول كاس عالم 93 واللي قبله واللي قبله واللي قبله هم اللي عملوا الارض اللي احنا الناس كلها دلوقتي واقفه عليها. ممكن تكون اتاخرت شويه ان احنا جالنا مدربين اجانب على اعلى مستوى الفتره اللي فاتت. طبعا مدربين مصريين كويسين جدا جدا ومحترمين، لكن احنا برضو ينقصنا العامل التدريبي الكبير. يعني ما ينفعش مثلا يبقى عندك مدرب واحد او مدربين كويسين مصريين. فدي حاجة احنا ممكن نكون يعني حسينا ان احنا لا يعني مش اتظلمنا فيها، لكن برضو كان عندنا حظ ان احنا لحقنا شوية من الإدارة الفنية اللي هي العالية يعني. حلو اللي انت بتقوله ده، حلو قوي الاعتراف بتاع اللي هو لا يا جماعه احنا كان بيضحك علينا، احنا كنا بنحس ان احنا كويسين بس هم عارفين حاجات اكتر. بس معلش انا هنا بقى بسأل كريم، بسألك انت وانت النهارده جاي ليك اسمك معروف في الرياضه دي، حارس مرمى منتخب اهلي وزمالك، وجاي حد بيقول لك تمام اللي انت عارفه بس في لا حاجات تانية ما بتعرفهاش خالص. ازاي قدرت تدير التطور ده القصه دي؟ الموضوع مش يعني مش سهل. الحمد لله ممكن يكون الزمالك والأهلي في مصر لما المدربين الأجانب بيجوا يمسكوا بيقولك انت بتتعامل، الجمهور بيتعامل معاك والنادي بيتعامل معاك أكنك برشلونة. وده على فكرة حقيقة مش كلام، يعني المدربين بيشوفوا كده. الحمد لله كجماهيريا كناس ابتدت من فترة الهاندبول شوية معروف ان انت يجيلك حد يقولك لا انت مش عارف ايه. في الأول كان في اعتراض كتير جدا على الفكر، وكان في لا طب ازاي، طب ابتدى الدنيا تنور شويه لما بتلاقي الحاجه بقى تقعد تعيدها وتزيدها كتير، تعيد وتزيد فيها كتير وتلاقي ان هي في نتيجه، حتى لو النتيجه دي في يوم فانت بتبتدي تثق في المدرب. صح. فاول ما بتبتدي الثقه دي تلاقي بقى كل حاجه. في ناس في النص ما تقبلتش الوضع، ما بقتش مش موجوده دلوقتي في المنتخب. فاللي تقبل هو اللي كمل، هو اللي كمل. هو مش سهل خالص، مش سهل انت تحاول تبتدي من اول وجديد حاجة انت اصلا متعود تعملها بقالك سنين. لكن الحلو بقى ان انت تحس بالتطور ده، تحس حتى لو زي ما بقول لحضرتك لو في يوم واحد حسيت بتحسن، لا اليوم التاني هتلاقي نفسك بدل ما اديتهم مثلا 5% اديتهم 10%، 100%. كل يوم البرسنتج بتاعت الثقة بتزيد. بس انا برضه في حاجه عايز اقولها، يعني تعليقا على اللي كريم بيقوله، هو حته التاقلم. ودايما احنا بنقولها اما تتاقلم اما تحترف. والتاقلم ممكن برضه تتاقلم اما الاحتراف يجي لك عندك. صح. يعني حلو فاهم. قوي يا شيخ. يعني انت دايما بنقول هنا بنقابل رياضيين بنقول اما تطلع تحترف حاول تتاقلم، حاول تتاقلم، حاول تتاقلم. لكن ما يجي لك الخواجه من بره هنا وهو معاه الاكسبيرينس واخد الخبرات، لا انت مش عايز تسمعه. فبرضه ده يعني جزء كويس طبعاً، ان كريم طبعاً، قاله طبعاً. جدا جميل. ودي يعني أنا يهيأ لي نصيحه للناس اللي ما تعاندش قوي مع المدرب. يعني ايه، اسمع وحاول تطور من نفسك. و... والنقطه اللي قبليها اللي انت قلتها برضه سريعا كده، وده برضه يعني امتنان من كريم بحسن خلقه. يعني قال لك من اول 93 يا جماعه صح. القاعده الجماهيريه موجوده يا قاضي. بس ده ما يختزلش برضه يا كريم، معلش يعني. هو على راسنا من فوق طبعا كلهم من غير ذكر اي اسامي طبعا. عملوا القاعده، بس عارف انت الاخر اخر خطوه دي انتوا اللي عملتوها. يعني انا واحد من الجمهور، انتوا اللي عملتوها. يعني كنا بنشجع وانا صغير، افتكر اسامي كتير قوي ونروح الصاله المغطاه وبنعيط بس. صح. الميداليه انتوا اللي جبتوها. لا يعني انا بحس هنا قبل معلش يا كريم ما تقول، انا بحس بقى في ان احنا اعتدنا الانجازات معاكم. يعني يمكن الاجيال اللي قبل كده طبعا في الاخر هم اللي حببوك اصلا في اللعبه وخلاك تروح تتمرن عشانها وتخش فيها. احنا من مثلا 2 كاس عالم لما كان هنا ولعبنا الدنمارك وبعد كده اولمبياد، لا احنا طموحنا عمال بيعلى احنا كجمهور. عندي بقى سؤال في القصه دي، انتوا بتدير الملف ده ازاي؟ يعني ملف التوقعات العاليه ده. والله يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا قبل البطولات نفصل خالص ونبتدي نوصل للناس ان الموضوع مش سهل. يعني للأسف الميديا بتفضل شوية يعني نايمة مش معانا خالص كمنتخب. وأول ما يجي فترة البطولة تلاقي كله بقى تعالى طب انت هتعمل ايه، طب انت هتكسب. لكن على أرض الواقع ما بيحضرش أصلا من الأول خالص تتابعات الموضوع، ما بيحضرش مين اللعيب اللي مصاب، ما بيحضرش مين اللعيب اللي عنده دروب، مش حاضر الكلام ده كله. لكن هو شايف مثلا آخر حاجة الواجهة بالنسبة له آخر بطولة المنتخب لعبها،
وده مش ده مش فير، يعني ده مش يعني عدل للعيبه. المفروض في يعني حيثيات البطوله اللي احنا داخلينها من كل الاتجاهات، فتره الاعداد، البرفورمانس بتاع اللعيبه، الجو العام، مين مصاب مين الضغط. جاهز. فهي الفكره ان محدش بيوصل له كده، الناس شايفه اخر حاجه، والميديا ليها دور كبير. لكن لو احنا واقعيين او على ارض الواقع، انت عشان تحقق حاجه عمرها ما بتحقق من يوم وليله. يعني لازم تقعد تتعب تتعب وتتعب وتقع، لان الناس اللي احنا بنلعبهم دول، الناس اللي موجوده في المربع الذهبي بقالهم اكتر من 30 40 سنه في نفس الليفل وفي نفس الرانكينج. يعني هم نفس ال 3 4 فرنسا 5، والدنمارك هم نفس ال 3 4 5. ايوه فالحمد لله ان انت بتبتدي تخش معاهم وبتكسبهم وبترجع ناس وراك انت في الرانكينج، وتلاقي نفسك بيكسبوك بالعافيه ويكسبوك لو مش. فدي حاجه مش تبقى سهله خالص ان انت توصل لها. لكن اللي يفهم بقى الحته اللي هو ايه، لا يا جماعه انت هنلعب رياضه، في ممكن مره تكسب مره تخسر ممكن. فموضوع انا شايف ان الميديا شويه بتدي انطباع للناس كبير جدا، وفي الاخر لما قدر الله حصل نتيجه اللي هي اصلا صعبه جدا تتحقق، اذا كان ميداليه في الاولمبيكس، اذا كان كاس عالم ميداليه، الناس بتبتدي. فموضوع الضغط ده بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نفهم بعض ان احنا طول عمرنا عندنا مبدأ ماشيين بيه كلاعيبه كلاعيبه منتخب الحمد لله، ان احنا هنموت نفسنا في الملعب والنتيجه دي بتاعت ربنا. نهين نفسنا في الملعب والنتيجه بتاعت ربنا. طول عمرنا كده، طول عمرنا بنحاول نوصل لبعض ان احنا في الاخر ما عندناش حل تاني. حتى قبل ما يجي المدربين الاجانب كان ده برضه هدفنا، كان في عندنا مدربين مصريين كويسين جدا، وبرضه كان عندنا نتائج كويسه. فده كان الهدف بتاعنا ان احنا نموت نفسنا، والحمد لله ده بيوصل شويه للناس، ان الناس بتشوف المنتخب مصر بيعمل اللي عليه. منتخب رجاله. فهو ده الحمد لله اللي احنا بنحاول نوصل ايا كان النتيجه. النتيجه ساعات بتبقى شويه بالنسبه لنا اول ناس بنبقى متضايقين اكتر من يعني انا بحس بمشي في الشارع ببقى انا مثلا متضايق، وحد يجي يقول لي ما تزعلش، يعني بحس ان الناس ممكن تكون يعني احن من نفسنا علينا، متعاطفه معاك. جدا متعاطفه جدا معانا، رغم ان انا ما ببقاش متعاطف مع نفسي. مم. فدي حاجه الحمد لله احنا وصلنا لها كمان يعني لحد ما ان احنا وصلنا لفئه من الناس احنا كمنتخب عمرنا ما كنا نتخيل ان احنا نوصل لها. الفئه اللي هي ملهاش دعوه اصلا بالكوره، ولا بتشجع اهلي ولا بتشجع الزمالك ولا بتشجع كرة قدم، هي ليها دعوة بعالم مصر. عالم مصر بيعمل ايه؟ بيكسب، بيشرف مصر، بيعمل نتيجة كويسة. فالناس دي ممكن تلاقي مثلا حد عنده 70 سنة يعني عارفك وقال لك ربنا يعني الناس دي فعلا بتحس ان انت هو ده يعني التارجت اللي انت كان نفسك توصل له. الناس توصل لها الحب الوطن من خلال منتخب مصر الهاندبول بقاله فترة يعني. وانت يا كريم والله اللي انت تقول طالع من قلبك وقدها ودود، وان شاء الله هتشرفونا في اللي جاي كتير يا رب، باذن يا رب. الله. لو الروح اللعيبه بتتكلم بيها زي ما كريم كده بيتكلم طالعه من قلبه قوي قوي، يعني انا متاكد ان شاء الله نعمل لسه انجازات صعبه. ما بقولش انها سهله، صعبه جدا، بس ان شاء الله احنا قدها ودود. منتخب لا، رجاله ويفضل منتخب رجاله ان شاء الله. وعجبني قوي يا شريف اللي انت قلته يا كريم، حته ان الانجاز مش بيجي مره واحده، هو بيتبني. يعني هو ده لب الصلابه الذهنيه، حاول مره واثنين زي ما انت قلت. الناس دي بقى لها 30 سنه عامل اسامي وجيل ورا جيل ورا جيل، انت بتحاول تخترق. فالاختراق ده ياخد وقت، بس طول ما الايمان موجود وفي الاخر انت بتاخد ماتش بماتش بطوله ببطولتها ومركز على خطوه خطوه، باذن الله نوصل زي ما احنا اوريدي النهارده في حته احسن بكتير ما كنا من 10 سنين فاتوا. طب ما تيجي بقى نخش جوه قصه كريم هنداوي نفسه، رحلتك الاحترافيه. خلينا نركز يعني من وانت كبير وانت راجل محترف، الجيرني بتاعتك كانت شكلها عامل ازاي؟ الرحلة الاحترافية كانت بدأت 2016، يعني موسم 2016 2017 كانت في بشكتاش تركي. في الأول طبعا أنا كنت وصلت لمرحلة إن أنا محتاج أسافر. طب ما تقعد أنت في الزمالك، الحمد لله الدنيا كويسة وأنا بحب النادي. قررت إن أنا عايز يعني أطلع من حتة عايز أجربها، يعني نفسي أشوف أجواء مختلفة. بشكتاش ساعتها كان بيلعب في الشامبيونز ليج، فكان يعني كان ممكن الناس مش عارفه اسم بشكتاش في الهاندبول، لكن انا كنت في الاخر شايف ان انا هلعب تشامبيونز ليج، بطوله مختلفه. في الفتره دي كانوا عاملين انجاز كويس جدا. حبيت ليفل تاني برضو على مستوى الانديه، انت بتلعب في اعلى بطوله في العالم، مظبوط. ليفل. فحبيت ان انا عايز يعني ابقى اشوف الموضوع، لان انا كنت مثلا
الحمد لله كنت مثلا بمضي في النادي مثلا 3 سنين 4 سنين، فكان بيجي لي فرصه ان انا احترف، كان بيبقى عندي مرتبط بعقد في النادي، فما عرفتش خالص يعني. كل مره كان بيصادف ان انا عقدي مخلص، فالمره دي كان عقدي خلص وقلت خلاص انا هجرب يعني. قعدت الحمد لله سنتين. يعني ممكن مثل الاحتراف، انا فاكر كويس جدا اول يوم دخلت فيه النادي بشكتاش، يعني فاكر كويس جدا يعني اكنه زي ما احكي لنا بقى. يعني الضحكه دي فرحان بص اولا الابتسامه دي في قصه جايه. لا كنت فرحان جدا كنت اه فرحان جدا ان انا عايش تجربه جديده. آه، حسيت ان يعني جالي كده احساس ان انا ببتدي اكني اول مره العب هاندبول، اوكي. فالناس دي معرفهاش والناس دي انا عارفهم، فانا هخليهم يعرفوني. هو ده يعني التارجت بتاعي، الناس دي انا هخليهم يثقوا فيا وهخليهم يعرفوني. فكنت بتمرن يعني كان عندي 8 مثلا 28 سنه او 27 سنه، فكنت بتمرن هو مفيش يعني ما عنديش خيار ان انا خالص، ان انا الناس كمان شايفه ان انا سافرت ومش عارف ايه، طب لا انت هتبقى عامل ازاي، طب مش عارف ايه. فكان عندي تحدي كبير جدا جدا، وتحدي اللي هو من الزيرو. ودي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حسيت ان هي عملت لي يعني ايه، شحنت لي نفسي. يعني انا حسيت ان انا ببتدي من الاول ومركز وخسيت جدا كمان اكتر من العادي ولعبت الحمد لله. يعني ربنا كان موفقني جدا 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 من اول يوم لعبت معاهم في الشامبيونز ليج، وكانت يعني كان موسم بالنسبه لي كان كويس جدا جدا. انت عارف يا كريم اللي انت بتقوله ده بالملي، تييري هنري قالوا لما كان اسطوره ارسنال راح من ارسنال كان رايح برشلونه، قال ده كان السيلف توك بتاعه، ده كان بيقول نفسه، قال انا جاي هنا انا لعيب جديد، انا ما حدش يعرفني، انا ببدا تحدي جديد بصفحه جديده. يعني ربنا يبارك لك. ويا جماعه احنا عندنا والله ابطالنا بحوادثنا بقصصنا في الاخر بيعرفوا يشجعوا نفسهم، بيعرفوا يوصلوا اللي هم عايزينه، وبيعرفوا يلاقوا مفاتيحهم، وده مفتاح في غايه الذكاء. انت بتقول انا عملت كده عشان انت لو رايح باسطوره 28 سنه انت اوريدي جول منتخب مصر اهلي وزمالك لا واخد انت رايح بطولات برضه، انت رايح برضه متوج. انت رايح متوج. ممكن اصل في ناس متوجه وده بقى العكس، برافو عليك. اللي انت فاهم بتبقى يا دوبك لسه معلق التتويج اول امبارح ويقول لك انا بطل الابطال، وفي الاخر الناس دي ما بتكملش. ساعات بحس ان هي مشكله وساعات بحس ان هي حاجه كويسه. فكره ان يعني بحس ان انا ما عملتش حاجه، وده يعني سلاح ذو حدين الحمد لله. يعني الحمد لله، لان اعتقد احنا يعني عامه في حياتنا لازم نكون نقدر بالتواضع، لان ما فيش حاجه بايدينا، يعني كله صح. بربنا وبتوفيق ربنا. اذا كان اي حاجه في حياتنا، يعني هو مش عشان انا مثلا بعرف اصد فعشان صح. كده في المنتخب، لا هو ربنا خلاني هنا في المكان ده فلازم الواحد يكون على طول حاسس بنعمه ربنا. فالنعمه دي لما تكون موجوده معاك تحاول كل يوم تبذل اقصى حاجه عندك، عشان خاطر هي ما جاتلكش عشان انت احسن واحد ولا انت بتتمرن اكتر واحد، هي جاتلك عشان هو ربنا اختارك ان انت تبقى عندك حاجه دي، فتحاول تحافظ عليها او مش حافظ عليها. هو ده الاختبار. الحمد لله بينفعني في اوقات كتير ان بحاول على طول يعني احسن من نفسي. صح. طب وايه انت قلت سلاح ذو حدين، ايه إيه، الجانب بقى الجانب اللي السلبي؟ مش كويس ان ممكن اكون بتسرع يعني ببقى مثلا على طول عايز ابقى كويس، وده عمره ما يحصل، صح. وده مش طبيعي. ان انت على طول تبقى عايز تبقى كويس، على طول عايز كل تمرينه تبقى كويس، كل كرة تبقى كويس، وده بحاول اعمله، بس هو عمره ما يحصل. كله في وقته وكله يعني هو زي انت ايه بتشحن نفسك. يعني الشحن بيبقى مثلا 1% بعد كده 2% بعد كده فجأة بيبقى 100. صح. عمره ما بيحط الشحن يفضل 100%. مليون في المية. بس طيب بعد تركيا. بعد تركيا على طول السنة اللي بعدها انا كنت ماضي سنتين في بشكتاش 1+1. عدى الوقت بتاع الوان بلس 1 خلاص انا بقيت في بشكتاش، فجالي اوفر في فاردار كان ساعتها بطل مقدونيا وبطل الشامبيونز ليج. للاسف يعني بشكتاش وقف في الموضوع وفي الوقت ده رحت مقدونيا وقعدت معاهم وعرضوا فلوس اصلا على النادي، فلوس كبيره، لكن هم في الاخر عجزوا يعني الاوفر. يعني ممكن في اوقات ممكن تبوش شويه عشان خاطر تشوف، بس انا ما عملتش كده للاسف. ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، بس انا مش هقدر احدد حاليا يعني. لكن ما عملتش بوش خالص للنادي ولا اي حاجه، وسبت الموضوع ماشيه. لكن كانت سنه بالنسبه لي صعبه جدا، لان بعد ما هم يعني ما ردوش يعني وافقوا على الاوفر، كانت في مشاكل اصلا ماديه في النادي. وتاني حاجه فاردار كسب الشامبيونز ليج،
فحضرتك بقى تخيل ان كل ماتش فاردار بيكسبوا في الشامبيونز ليج عامل ازاي. فطبعا كانت فتره مش سهله عليا، لان حسيت ان هو طب انا كنت المفروض شويه ازق نفسي ان انا اروح، وان انا فرصه كويسه، خاصه ان فريق كبير زي ده لازم احاول اروح. انت كان قدامك، انت طبعا ده اوفر احسن فانت نفسك تروح، ولكن النادي بتاعك خلاص متمسك بيك. ايه الدافع او ايه اللي خلى حسم قرارك ان لا انا مش هضغط على النادي؟ يعني اكيد انت كان ممكن تضغط على النادي بالظبط، ما اعرفش، قلت يعني قلت انا يعني رضيت ان انا يعني بالاوفر بتاعي رضيت بيه، ويبقى يعني ادام ما بيني وما بينهم عقد انا مش هينفع اكسره. حسيت بالمسؤولية. حسيت بان هو ممكن شويه حاجه يعني دينيه شويه، ان هو لازم يكون هم موافقين من جوه، لو مش موافقين يبقى انا كده بعمل حاجه غلط، وممكن ساعتها اروح ما تبقاش هي دي الخطوه اللي ربنا كان عايزني فيها. فانا سعيد واستخرت ربنا، لكن ربنا ما رضش. بس يعني هي كل حاجه بتبقى ساعات يعني في الوقت اللي هم كانوا بيكسبوا فيه، وان هم كانت الموضوع بقى كان بالنسبه لي كان مش سهل خالص حقيقي. يعني انا فاكر كويس ودوني هناك. لا هو انا عملت كده ليه؟ طيب رزقك. طبعا الحمد لله، طبعا ده مش نصيبي يعني بس كمان رزقك. ومعلش يا شيف برضو انت صادق، يعني هي الموف مضايقاه ان هو ما راحش، بس ده مشاعرك دي ما خلتكش تاخد قرار غلط. مشاعرك دي ما هدتش واحد من المبادئ بتاعتك. انا يا جماعه راجل ماضي عهد واحنا عقد ما بيننا في مسؤوليه، انا هتضايق بس قراري هيبقى ماشي دايما مع مبادئ. ما هو ده اللي هداني، يعني ده اللي كان بيهديني شويه. مليون في المية. خلصت الحمد لله بقى تاني سنه في مقدونيا، في بشكتاش. بشكتاش. حصل لي رحت رومانيا السنه هي بتاعت الكورونا، يعني بدايه السنه الكورونا. رومانيا صعبه جدا جدا، الشعب الروماني صعب فوق ما تتخيل. خاصه الحته اللي انا كنت قاعد فيها، يعني الحته اللي انا كنت قاعد فيها دي كانت صعبه شويه. صعبه ايه؟ ثقافه مختلفه؟ ثقافه مختلفه، الناس مختلفه، اجريسيف اكتر يمكن. يعني الكونستانتا اللي انا كنت قاعد فيها دي كان يعني هي حته كده زي الساحل الشمالي كده، تمام. بتفتحش غير يعتبر في الصيف. الحمد لله كان فيها حاجات كويسه، ان الحمد لله كان ولادي معايا، وكانوا المدرسه كانت كويسه جدا جدا، فكانت دي حاجه من الحاجات اللي كانت بوزيتيف جدا بالنسبه لي. كنت ستيبل جدا بيهم يعني الحمد لله. جينا في شهر 3 كده حصل بقى مشاكل الكورونا وبقى ابتدى ان احنا لازم نرجع عشان خاطر خلاص وقف الموسم. هو العالم كله وقف يعني. فكان كل لازم- الصناعات وقفت بقى، رياضه وغير رياضه. وكان مدينا وقت معين لازم نروح خلال 24 ساعه لما عاد يبقى في كلام بقى على الميديا وكده، فلازم نروح على طول. فروحت على طول. بعديها مثلا بشهر ولا حاجه حصل بقى ان النادي خفض العقود وخفض الكلام ده كله مش عارف ايه، وانا كان عندي 2 عقد يعني. حصل لي كده مشاكل شويه مع الاداره، يعني عشان الموضوع طويل شويه ايميلات وكده، فمش عايز اضايقكم بيه يعني. بس يعني من فوق كده يعني. حصل هم عايزين يخفضوا العقود اكتر من 50%. فانا ما قبلتش، فالايجنت دخل اتكلم معاهم وقال لهم لا، وبعد كده قال لي طب اخليها 20%. قلت لهم خلاص ماشي 20% مفيش مشكله انا موافق. بعديها بيومين 3 راح بعت ميل تاني يعني 50%. فقلت له لا انا مش موافق. لغايه اما حصل بقى بعتوا لي ايميل قالوا لي انت هتيجي النادي. كان عندي فتره اعداد، قلت لهم خلاص تمام. كان ساعتها طبعا مفيش طيران ولا مفيش اي حاجه، فالتيكت اللي موجوده بتسافر بقى وخلاص، واللي يحصل يحصل يعني. رئيس النادي قال لي انت احنا هنخفض العقود. قلت له انا اتفقت معاك على نسبه معينه وانا اوكي تمام وانا ما جي. فقال لي طب ابعت لي الميل. بعت له الميل، وبعد كده راح قال لي طب اوكي. قلت له طب انا قدامي 6-7 ايام وهسافر عشان خاطر انا مراتي بتولد ولازم ارجع. قال لي خلاص اوكي تمام ارجع مفيش مشكله. انا نزلت المكتب عنده لقيته باعت لي ايميل ان انا لازم اكون في المعسكر النهارده. فلفيت ورجعت بقى ورحت رحت رايح له. لا الراجل طلع ببساطه مش قد كلمته يعني بالطريقه المحترمه بالظبط. بس رحت ده ما يمشيش معاك خالص يا كريم، يعني بمعرفتي بيك. لا كريم انت مش قد كلمتك. لا كريم انسان مباشر وصادق الى اقصى درجات ما شاء الله يعني. فواحد زي ده انا متخيل انت ممكن تكون عملت فيه ايه. لا انا كنت يعني للاسف كنت وحش. خدت بقى رحت نزلت من عنده وخدت قرار ان انا مش هاجي نادي تاني. خلاص الموضوع خلص يعني بالنسبه لي. بقى خلاص جوه انا عندي عقد سنه كمان يعني. انا جاي وكمان في الوقت ده
كان يعني في شهر 7 في الكورونا مم. صعب جدا ان انت تلاقي يعني انت صح. اصلا في وسط البري سيزون، يعني مستحيل. طبعا الايجنت عمال يكلمني ما ينفعش، انت عندك هيوقفوك. قلت لهم بص هيعملوا اللي هم عايزينه، انا كده كده خلاص. كان ساعتها عندنا كاس عالم في مصر مم. 2020 اللي هو 2020. لا ثانيه واحده يا كريم، 2020 ده قبل كاس العالم اللي كان هنا في مصر اللي هو لعبنا فيه الدنمارك. طب معلش انا هنا انا محتاج اسال وهنا لنا وقفه. هنا لنا وقفه. يعني يعني انت معترف أو معروف في اي رياضه انت منتلي لازم تكون جاهز قبل البطولات انت عندك مشاكل كبيره. انت منتلي بقى اداره المعركه دي ازاي؟ يعني انت ازاي حصل الفصله بتاعت لا رومانيا نسيب الراجل ده خالص احنا عندنا هنا كاس عالم. هو اصلا قعدت 6 شهور من غير نادي. حسيت ان انا يعني انا حسيت ان انا احترمت نفسي. الموضوع ما كانش سهل طبعا عليا خالص، بس حسيت ان انا يعني هم الناس تعمل معايا ان هم عايزين يهنوني او يكسروني، والحمد لله رب العالمين. يعني لو كنت وافقت بحاجه كده، يعني كنت شايفها ان هي يعني يعني كمسلم او كدين ان هي ممكن تبقى نقطه ده مش فاصله صح. عامه في هم هيبصوا للناس بشكل معين بعد كده. فقلت لا غير حتى الدين، حتى لو عرب، حتى لو جاي من بالظبط. ميدل ايست، جاي من ما هو الشرق ده الاوسط، هو يعني ده عارف انت كده بشكلك على بعضك بالظبط. اوكي. فحسيت ان هي فنقحت هنا قوي بقى. والله ماشي. فعلا. اوكي. فقلت لا مش هعمل كده، مش هكمل كده مم. وخلاص. حاولوا يرجعوني تاني وانا ما كنتش عايز خلاص. قعدت 6 شهور، جالي الحمد لله اوفر كده مش احسن حاجه، ما رضيتش بيه. اوكي. فضل ونعم الحمد لله من عند ربنا ان السبورت جالي من المنتخب. هو ده اللي خلى يعني كان الموضوع صعب جدا يعني على باروندو وعلى فينيو مدرب الحراس بتاع المنتخب. هو يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا هو كان ليه دور كبير جدا جدا ان يحصل ان افضل يعني بالشكل كويس. اتمرنت معاه حوالي 6 شهور. كانت فترة فعلا صعبة جدا، يعني صعبة فوق ما لان هي يعتبر من شهر 3 في الوقت ده لحد شهر 1 انا ما فيش اي انكم خالص. مفيش نادي ومفيش انكم، مفيش انكم وفي ومفيش اي اسره حاجه، وفي عيال وفي صرف فلوس. لا مفيش. ده راجل آه. بيدير اسره يعني يعني فتره مم. يعني هو ربنا يعني اعلم بيها يعني الحمد لله. وان هي تعدي ويجي بعدها كاس عالم. جه الحمد لله كاس عالم. انا مضيت في يورو فارم في مقدونيا قبل كاس العالم بيوم. يعني النهارده مثلا النهارده خميس، بكره الجمعه البطوله بعت لي اوفر، مضيت 6 شهور، سنه و6 شهور. فطبعا دي كانت بالنسبه لي يعني الحمد لله ايه يعني فتحه خير الحمد لله. و بوش كبيره جدا قبل البطوله ان انا عندي نادي، مش محتاج مثلا العب كويس عشان اروح نادي. فدي كان في انا كان عندي 2 اوبشنز، ان انا استنى كاس العالم يعني الله اعلم اعمل ايه، او ان انا امضي في دلوقتي حالا وحاجه كويسه ونادي كويس بيلعب في اليوروبا ليج وكده واروح. فخدت ساعتها قرار الحمد لله ان انا امضي. بس احنا معلش هنا قبل الامضاء انت قعدت 8 شهور قبل كاس العالم انت ما بتلعبش في نادي. رحت انت يعني معلش انت من ده لما شاء الله كاس عالم الحمد لله ببرفورمانس استثنائي، لان انت عامل كاس عالم كويس جدا المنتخب كله، يعني عاملين كاس عالم ممتاز، يعني كنا على وشك ان نكسب الدنمارك وخلاص نوصل. لا يعني سيمي فاينل كان لا يعني فاحنا تاني، ودي مرحله جديده عليك. يعني انت عمرك في كاريرك المحترف عمرك ما قعدت 8 شهور من غير نادي، صح كده؟ لا الحمد لله ما حصلش. ازاي صعب. يعني منتلي بقى انت كنت تقول لنفسك ايه الفتره دي ازاي؟ كنت يعني كنت بقول لنفسي ان هو كاس العالم جاي. يعني انا سبت كل حاجه، يعني بالنسبه لي سبت كل حاجه عشان خاطر المنتخب، سبت كل حاجه عشان خاطر كاس العالم. هو ده اللي انا كنت بقوله. فاكيد هيحصل حاجه كويسه. مش عايز مثلا كنت ان انا افضل في النادي والاقي نفسي مش عارف اتمرن مش عارف العب يأثر على نفسيا. فانا اخترت ان شاء الله هو كاس العالم هو المفتاح بتاعي، يعني هو اللي بصص عليه بعيد. هو اللي لما اليوم ما كانش بيعدي كنت ببص عليه، عشان هو اليوم كان صعب جدا عليا في الفتره دي. طبعا. كنت ساعات اوقات كتير جدا كان الزمالك، انا كنت بتمرن في الزمالك ساعتها، كنت باجي اتمرن في الزمالك كان بيبقى مثلا عندهم ماتشات طبيعي، فانا
مش عايز ابقى تقيل برضو على النادي، يعني عندهم ماتشات فطبيعي ان الاجوان بتاعتهم هم طبعا الحمد لله مرحبين ان انا اكون موجود وان انا ابقى مبسوط معاهم وكل حاجه، لكن في نفس الوقت انا برضو لازم يبقى عندي يعني شعور، نوع من انواع الشعور ان هم عندهم دوري وعندهم ماتشات، مش عايز فلازم الاقي ضغط على الفرقه. بالظبط كده. فباجي بقى اجري شويه اتمرن لما بلاقي ان هم مثلا وقت بعيد عن الماتشات بقى بقف في الجون. بس في فتره طويله شويه مفيش حته اتمرن فيها، فكنت بتمرن في الجيم، بجري، كنت الحمد لله كان الفتره دي في اوقات كتير قوي المنتخب. فهو ده اللي كان بشويه بيهدي الواحد ان احنا عندنا حلم وعندي حاجه ان شاء الله عايز احققها. والسبورت الحمد لله اللي هو كان موجود الحمد لله، هم كانوا يعني زي ما بيقولوا براهنين على، يعني مش حاطين ان هم كمان كجهاز فني اكيد حصل عليهم بريشر كتير جدا. طبيعي ان انا ما عنديش نادي طبيعي مش سهل خالص ان انت تفضل متمسك بلعيب، والحمد لله ده اللي حصل يعني، وربنا كان موفق جدا جدا الحمد لله. في البطوله، والشكل كان يعني لا مش يعني مشرف يعني طبعا. يعني بماتش الدنمارك كمان، يعني بعد ما خلصت البطوله الحمد لله حسيت اللي هم ال6 شهور اللي فاتوا دول ربنا عادل يعني. فالحمد لله حسيت التعب الواحد يعني شايف ان هو تعب، وان هو جه على نفسه في اوقات كتير، وان هو فتره مش سهله خالص، ان انا مثلا يعني كنت على طول يعني في بريشر كبير جدا جدا جدا، ربنا وحده اللي عالم بيه يعني، والحمد لله ربنا عداني منها يعني بحياة سالم غانم. تانية جدا جدا، وكملت يعني الحمد لله. الحمد لله. طب بعد كاس العالم بقى بعد كاس العالم رحت مقدونيا. رحت مقدونيا. قعدت قد ايه في مقدونيا؟ قعدت 6 شهور. وبعدين كان في اولمبيكس بقى، يعني وقت الاولمبيكس حسيت ان يعني كان يعني ان انا عايز في الاولمبيكس دي تبقى حاجه مختلفه شويه. فالحمد لله ربنا يعني رزقني بشريف والله يا باشا اخك شريف كيمو حبيبي والله. لا ده حقيقي رزق يعني كبير والله، يعني ده حقيقي يعني، ده مش كلام عشان احنا قاعدين مع بعض، بس هو فعلا يعني اخويا، هو بعتبره اخويا الكبير، ربنا يبارك فيك انت اللي احسن وعلى والله. طول يعني بيدعمني في كل حاجه، وعلى طول يعني في اوقات كتير جدا يعني معايا في كل حاجه يعني الحمد لله. فبدات الموضوع ده حسيت لا كمنتلي انا محتاج. تفهم الموضوع ده معلش قطعتك، بيفكرني بايه؟ فكرني كاتونجا اللي اصغر من كده ب9 سنين، لما جوله الاجانب بيقولوا له انت هتتعلم حاجه جديده. الفضول اللي عندك والمسؤوليه. انا بيضحك عليا، احنا بيضحك علينا، ما عملتش الشماعات، ما قلتش دول احسن مني، انا دول مش عارف ايه. لا احنا يا جماعه ممكن نعمل ايه فنعمله. واعتقد ده كان قرار ان طب مقدونيا وفي اولمبيكس، انا عايز اعمل ابجريد، عايز يحصل لي تطوير، ايه اللي ناقصني؟ فالعقليه دي يعني هي دي بتاعت الرياضه، هي دي في الاخر الرياضي اللي هتاخده من ليفل كويس لتوب ليفل، من حارس مرمى هاندبول جيد لحارس مرمى تاريخي او اسطوري او له اسم كبير في اللعبه بتاعته. بنقول عليها عقليه النمو. يعني انت لاي رياضي لازم يتبنى كلمه نمو بقى في بدني، فني، جسدي، ذهني، كل حاجه لازم تنمو في كل، طول ما انت ماشي لازم تنمو، طول ما انت ماشي. طول ما انت ماشي. وكريم ما شاء الله يعني والله بجد انت يعني ان انت قلت بقى اللي انا يعني اعرفك من مقدونيا، شهادتي فيك هتبقى مجروحه، بس انا مش عشان كريم قاعد وربنا يعني يشهد على كلامي. كريم ما شاء الله الله اكبر من، يعني لو انا اقول مثلا في مثلا 5-6 في مصر تاريخيا، يعني الناس اللي طالعه لسه بتلعب رياضه وطالعه عايز تتعلم يعني ايه تبقى رياضي مثل اعلى، يعني كريم هنداوي واحد منهم طبعا. واحد منهم فعلا طبعا. يعني. فربنا يبارك فيك يا كريم والله. حاجه تشرفنا يعني، ربنا وتشرف مصر وتشرف كل اللي يعرفك. اليوم في الله. طيب انت قطعت كلامه وهو كان بيقول لك انا عايز اغير نفسي، انا بفكرك عشان انت تقول صح. حلو. من مقدونيا وداخل اولمبيكس وعايز اعمل حاجه مختلفه. مظبوط. مقدونيا كانت الحمد لله كانت سنه، يعني 6 شهور دول كانوا كويسين جدا الحمد لله، ربنا كان موفقني جدا ولعبت كويس في الفتره دي. الاولمبيكس بقى استعداد حاجه مختلفه شويه، فابتديت اشتغل على حاجات معينه، وابتديت اركز فيها. جربتها في كذا ماتش ودي، وجربتها في التمرين، كنا بنتمرن لو فاكر بنعملها في التمرين وبنشوف الفيدباك فابتديت احس ان انا احسن بكتير. حابب طبعا يا كريم تقول للناس حاجه منهم، يعني لان المنتل التدريبات المنتل اللي الناس ما بتبقاش عارفاها، الرياضيين الصغيرين او الناس حتى الكبار يعني.
فحابب مثلا تقول للناس كان ايه المنتل اللي ممكن كنت انت بتعمله تجربه في التمرين فيجي يمشي معاك في الملعب وهكذا؟ يعني ممكن في يعني من اكتر الحاجات اللي انا ممكن بتخليني شويه ان هو ان انا افضل في الزون بتاعتي بسبب ان انا آه، بتكلم مع السيلف توكس دي اكنه عدو يعني. حتى يعني هو الشيف كان بيسميه واحد شتيمه يعني. كنا بنسميه واحد شتيمه فاهم. فكنا على طول لما كان بيجي كنا نتكلم معاه في الحته دي ان احنا بنشتمه ونبعده عن هو واحد بيضرني. حتى لو التوكس دي بالبوزيتيف او بالنيجاتيف هي نفس النتيجه، واخده من تركيزك. هي. فكنت بحاول شويه. حراسه المرمى في الهاندبول صعبه جدا. اللعيب ما عندوش فرصه يفكر كتير، تمام. بيدافع وبيهاجم وبيجري وبيستلم الكوره تجيله، فهو ما عندوش اصلا فرصه ان هو يفكر كتير. بيفكر في الفتره اللي هي الكوره معاه، او هو بياخد قرار وهو بيشوط او هو بيدافع. وبعد كده لما الكرة بتتنقل الناحية التانية هو لازم يبقى مركز مع المدافع بتاعه. الجول كيبر لا، الجول كيبر بيفكر في الهجمة، مين هيشوط، مين هيباصي لمين، مين هيدافع على مين هيشاط فين قبل كده. كل ده بيجيله في نفس الهجمة. وفي نفس الوقت بعد ما الهجمة بتخلص، لما الهجمة بنروح نهاجم، هو بيلوم نفسه لو ما صدش الكورة، وبيبقى مبسوط من نفسه وهيشوف هيعمل ايه في الهجمة اللي بعديها لو كورة صدها. فالموضوع في الجول كيبر عامة صعب جدا جدا حقيقي يعني. يعني لما تيجي تصنفها كده انا شايف ان المركز ده مش عشان جول كيبر او حاجة، بس هو مركز صعب جدا. ومنتلي محتاج حضور قوي جدا قبل الماتش وبعد الماتش وجوه الماتش، وبين الهجمه والهجمه وبين الهجمه والهجمه حوالي مثلا 50 ثانية ده لو مينيمم يعني. تمام. يمكن انت اول رياضي هنا يقول نقطه مهمه قوي، ان كمان لو السيلف توك بوزيتيف ده مضر. يعني زي ما انت بتقول انا صديت كوره حلوه، عمال انت بقى فيها، انت مخك مش مش دلوقتي الايجو ركب. الايجو ركب. ولو انت بتقولها طعم شكل وحش محبط ومشاعر سلبيه، هيخش فيك 3 اجوان يعني. من كتر ما انت فرحان هتلاقي نفسك دخلت بقى تلاقي نيجاتيف بقى فاهم، توكس تاني يعني. هتلاقي عم كل شويه صح لو بتروح وتيجي صح. فالحمد لله يعني كانت في الاولمبيكس كانت شويه والحمد لله رب العالمين قوي. الحمد لله كان ربنا كريم جدا جدا. وكانت احنا كنا بقالنا كتير ما وصلناش مربع ذهبي بالظبط سنين يعني. بالظبط. وكمان انا كنت بدات البطوله بداتها وحش، فدي كانت بالنسبه لي يعني الحمد لله كنت ماشي كويس جدا في فتره الاعداد الحمد لله رب العالمين. وبعد كده جيت في اول ماتش ما موفقتش. فطبعا كان بالنسبه لي بقى هي صدمه يعني. لا انا لا مش هغلط بقى. هي بقى اللي انا بقول لك عليه، مش يعني ان شاء الله مش هيحصل كده تاني يعني. مش هيحصل ان انا هتكور بقى معايا فالحمد لله اتكلمنا ويعني فرق كويس جدا في الاولمبيكس. في اي مكان كنت بتكلم مع شريف فيه والبوش الحمد لله اللي حصلت وبعد كده كملنا. وهو يعني خلاني اتعامل مع نفسي بقى خالص يعني. في الوقت البطولات بيحاول شويه ان هو ما يبقاش فيه بريشر من ناحيه المنتل. خلاص هو كده ممكن ما فيش حاجه تتضاف. احنا اللي ذاكر زي ما بيقولوا صح. وبتسيب بقى نفسك يعني بيسيبك لكل اللي هيحصل حواليك. مش كل حاجه انت مش هو يعني هو مش كتاب مقدس يعني. انت هتفضل كل شويه لا هو في حاجات بتتغير، في حاجات ممكن في لحظه بتتغير. الاجواء بتاعت اصلا الفيليج نفسها ممكن تغير لك مودك. حاجات كتير جدا جدا ممكن تبقى انت لازم انت تتحكم فيها. عشان بيحصل في الماتش ده برضو بيحصل ده في الماتش ان هو فجاه تلاقي حاجه غريبه جدا حصلت لك انت اصلا مش متوقعها، فلازم تحاول بسرعه تتعامل معاها. وده مش معناه انه يحصل كل مره فعادي خلاص كل وحشه جت خلاص. ده حقيقي فعلا. بعد الاولمبياد دي وكنت بتتكلم بلسان الفرقه، انتوا مش مبسوطين يعني. فهنا السؤال عايزين نعرف زي اي واحد عايز يعرف هو ايه اللي حصل يعني بمنظور افقي مش انت بس، لان الناس كان عندها توقعات عاليه. ما هو بقى المشكله ان انت مثلا خدت 5 اولمبيكس تمام، السادس والسابع والثامن فرنسا المانيا النرويج مش عارف يعني فاهم قصدي. اسماء اصلا لوحدها مرعبه. فهي الفكره انت بتلعب بطوله اقوى بطوله في العالم، فما تطلع خامس ده مش اخفاق، لكن يعني مش اخفاق بالنسبه للناس. حلو مش اخفاق بس بالنسبه لنا احنا وادي موافقك تمام.
ليه كان في كده زي كده تون او في كده انرجي؟ لا احنا دايما مستنيين مربع الذهبي. ما احنا كلعيبه ما كناش عندناش شك خالص ان احنا نخش مربع من قبل البطوله. احنا يعني البطوله دي حاطين ان احنا ان شاء الله هناخد ميداليه. يعني احنا كان بنتمرن ان احنا عايزين ناخد ميداليه، لكن لما جينا بدانا البطوله زي ما بنبتدي اي بطوله احنا مش هينفع نبص على الميداليه واحنا عندنا اول ماتش. احنا ممكن اصلا ما توصلش للميداليه، فكنا بنلعب ماتش بماتش ماتش بماتش. والحمد لله الحمد لله الاداء كان كويس جدا جدا والشكل كان كويس جدا. والنتيجه كانت لحد ماتش السويد لحد ماتش اسبانيا كانت كويسه جدا. الظروف بتاعت ماتش اسبانيا هي اللي عملت كده. مش بقى اسالك سؤال شرير. لو ركبنا آلة الزمن ورحنا لوقت ما قبل الاولمبيكس، تمام، وبنفس الهدف ان انت تاخد نتوج بميداليه، وانت صاحب القرار، هتغير ايه؟ هغير ايه لو انا صاحب القرار؟ هتغير ايه؟ مش حاجه يعني مش حاجه جذريه، بس محتاج تحسن من ايه؟ بلاش نقول نغير، محتاج تحسن من ايه؟ او حاسس مثلا في لحظه هي اللي قلبت الموازين، يعني اوقات بتبقى ما هي هو- لا بوينت. ما انا لو اعرف مثلا اللعيبه هتصاب، مثلا الباكين رايت بتوع المنتخب هيتصابوا، هقول لك هاخد باك رايت بس، يعني هاخد مثلا محسن طبعا. فهي فكره اللي حصل في ماتش اسبانيا يعني كان للاسف في حاجات بره ايدينا واحنا عارفينها. سبحان الله، يعني هو نصيب وقضاء وقدر زي ما بيقولوا. وبصراحه كل الناس موتت نفسها، يعني كل الناس موتت نفسها ان تطلع في الاخر خسران في الاخر واكسترا تايم ومش عارف ايه وكده. اللعيبه موتت نفسها حقيقي يعني محدش يعني دخل باي مجهود في لعيبه. اصل احنا 14 لعيب، ففي اوقات كتير قوي ان في لعيبه اصلا ما تلعبش في مكانها. يعني مثلا تلاقي لعيب بيلعب مش في مكانه، لعيب تاني بيلعب في مكانين، عشان خاطر الليسته بتاعت كاس العالم او اي افريقيا او اي ماتش 16 لعيب، لكن انت في الاولمبيكس 14. فانت ممكن تضحي مثلا بوينج ليفت بس معاك مثلا باك ليفت بيلعب مثلا وينج ليفت، صح، بس هو في الاساس باك ليفت. بس هو فهو اللي هو يتقبل ان هو يلعب اصلا من باك ليفت لوينج ليفت وينزل يموت نفسه في الدفاع وفي الهجوم وكده. هو ده يعني الروح بتاعت المنتخب. مش سهله خالص ان انت ما تفكرش غير في نفسك، انت بتفكر في الاخر نتيجه. لما بنكسب المنتخب هو اللي بيكسب، لما خسرت المنتخب هو اللي خسر. طيب انا هنا عايز اروح بقى للدور، يعني لان ده محور مهم قوي. انت زي ما بقول لك قبل كده، انت من الجيل طبعا الاقدم في المنتخب ده من كباتن الفرقه. ازاي حصل الانصهار ده؟ يعني دورك بقى جوه الفرقه، وده دور نفسي من المقام الاول وقيادي بالظبط كده. يعني هو اكيد ان الانصهار ده بيبقى محتاج مجهود شويه، وبيحتاج ان انت تغير من عقليتك شويه زي ما ممكن اقول كده. لان انت مثلا في لعيبه ما بينك وما بينها مثلا سنين شويه صح. الفرق، فممكن يكون الثقافه والفكر اللي انت بتفكر فيه مش ماشي معاهم. فلو انت ما حاولتش تقرب منهم هيحصل جاب كبيره جدا. فلازم تحاول شويه ان انت تيجي على نفسك وتسمع وتبقى فاهم وتبقى مطلع شويه في الحاجات اللي هم بيفكروا فيها والحاجات اللي هم بيحبوها والحاجات اللي هو عايزين ايه. طب ما تبقاش الموضوع لا، يعني احنا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه واللي احنا عايشين ما ينفعش يبقى لا هو كده، مفيش حاجه اسمها كده. في وقت هو كده، لكن في اوقات كتير قوي لازم كل واحد يبقى. احنا بنلعب في الاخر اللعبه كلنا بنكمل بعض، لو ما كلنا ما كملناش بعض هنخسر، الموضوع خلصان. يعني لو واحد بس ما دفعش في اللعيبه خسرنا، صح. لو واحد بس سرح خسرنا. فلو احنا ما كملناش بعض هيحصل شرخ كبير جدا. الشرخ ده ممكن يأثر في حاجات كتير جدا، وهو ده الحمد لله. يعني الفتره اللي فاتت الموضوع بقاله كتير. الموضوع بصراحه الانصهار بتاع اللعيبه ده لما انا طلعت لقيته، فممكن لما لقيته حاولت يعني تسلمه للي بعده. الناس بتسلم بقى لده وده بيسلم لده، وبتشوف الناس مثلا انت كنت بتتضايق من ايه مثلا وانت صغير بتتعامل مع حد بيتعامل ممكن يكون مش قصده، لكن مثلا في حاجه انت اتضايقت منها بتحاول ما تتعاملهاش، بتحاول ما تبقى مثلا ما تبينش ان انت مثلا ليك حاجه هو كده. لا هو في تعامل احترام، تحترم الصغير، مش لازم على طول كل حاجه بالعصبيه او بالادميه بالظبط. لا مفيش حاجه اسمها في احترام متبادل. لما بيبقى في احترام بيبقى في ثقه، بيبقى في كل حاجه، بيبقى في اداء وبيبقى في نتائج. بالظبط حقيقي. فالموضوع شويه محتاج مجهود، ما يبقاش اللي هو اكبر دماغي
لان المنتخب يعني هو حاجه واحده. لو زي ما قلت لحضرتك هو الفكره كلها إن لازم نكمل بعض. الواحد بيبص في الاخر لمصلحه المكان، مش بيبص لمصلحته الشخصيه. لو بيبص لمصلحته الشخصيه كل واحد يبقى في حاله والناس تروح انديتها. الناس لما حد بس بيبقى بيتبعت له اي حاجه، اول اللعبه كلها بتيجي المنتخب. الناس كلها بتيجي المنتخب عشان بتحب منتخب مصر، عشان بتحب مصر، عشان بتحب تمثل منتخب مصر. لكن هم لو عليهم ما شاء الله احنا عندنا دلوقتي محترفين كتير جدا. طب ما هو يقول لك انا مثلا لو هو مثلا دماغه مش حابب المكان، طب يقول لك انا صح. انا عندي مثلا خبطه مش قادر. كل الناس بتيجي على نفسها، الناس بتلعب وهي مصابه، الناس بتلعب وهي ممزوقه. فده مش حاجه سهله، مش حاجه ان انت تخلي اللعيب بقى مجهود كبير جدا 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 ان اللعيبه توصل لها ان هو مؤثر. لو لعيب عنده كام سنة هو مؤثر، لو لعيب مش عارف ايه هو مؤثر. هو فعلا دي حقيقة، مش هو مش بيوصل له كده، هو دي حقيقة. ممكن يكون هو مش عارفها بس لازم بيعرفها، ولازم يبقى فاهم ان الموضوع مش ان هو جاي يكمل عدد ولا جاي عشان هو لا، هو عنده 20 سنة وبيعرف يلعب وهيكسر منتخب مصر. احنا اول ناس هنزقه لقدام. صح. هو ده الحمد لله الفترة اللي فاتت المنتخب ماشي بيه. وفكرة كمان ممكن الاهلي والزمالك والاهلي ان احنا بنحاول تماما نفصل الموضوع ده. ولو بيبقى فيه اي مشكله الموضوع بيبقى فعلا في وقفه جذريه جدا مع اي حد بيحاول يعمل مشكله. جدع كريم، برافو. بيحاول يعمل مثلا حاجه على السوشيال ميديا، بيحاول يعمل حركه مثلا في الماتش. صح. الكلام ده كله يعني ده بقى ساعتها بيبقى في حزم فعلا من كل الناس، من الناس الكبيره من الاتحاد ومن المدرب. وده انا شايف الحمد لله رب العالمين من نجاح المنتخب وعلاقتنا الكويسه مع بعضنا ان احنا فاصلين تماما السوشيال ميديا عن الاهلي والزمالك واللعيب وده مش عارف ايه والكلام ده وعن كله. منتخب مصر. صح. هو ده يعني لو لا قدر الله دخل الموضوع ده جوه المنتخب مش هتبقى انجح حاجه خالص للاسف. لا لا يعني. لا، ده مدمر بالظبط. للفريق. يعني مع متهيألي اللي بيسمعنا كده سمع نصيحة من تحت الترابيزة للرياضات التانية. انا مش هقول هي ايه طبعا، طبعا بتكلم عن رياضات تانية جماعية ما اللي مش نعرفش، معروفة. اللي هي مش معروفة يعني قوي. يعني سبب رئيسي من اسباب نجاح اي منتخب بيمثل منتخب بلده الحاجات اللي كريم بيقولها دي. يعني التيم داينامكس والناس ازاي بتبقى على يد رجل واحد، ازاي بيحترموا بعض. كريم في اخر 3-4 دقايق قلت الماظ بالنسبه لي يعني. والله لا يعني هو شريف لو في عجاله كده انت اتكلمت عن ان كابتن الفرقه هو اللي بيخطي الخطوه الاولى، انا اللي بقرب له، وبحترم الصغير قبل ما بحترم احترم الصغير الكبير. ومقدر مكانته. ده مش كلام بس، انت ليك لازمه هنا، انت مهم، انا عايزك معايا عشان انت وهزقك مهم وانا اللي هزقك. وهزقك. ففعلا ضرر يعني بصراحه يعني. ربنا يبارك لك. مستمتعين معاك. بس اخر حاجه لازم يعني مش هينفع نقفل الحلقه من غير ما نخش بقى على التوبيك ده اللي احنا دايما، وانت عارف حتى انا بتكلم معاك دايما بيبقى كلامنا كله يعني فيوتشر اورينتد، رايحين للمستقبل فين. كريم هنداوي رايح فين في المستقبل؟ ان شاء الله منتخب مصر يعني اكون من ضمن الناس اللي موجوده في المنتخب وليا نصيب ان انا اشيل ميداليه. يعني هو ده اللي احس ان انا في كاس العالم الحمد اللي لله. جاي. يعني كاس العالم الجاي شاء يا رب ان شاء الله، في الاولمبيكس اللي بعديها يا رب، في كاس العالم يعني اي حاجه في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله يبقى من نصيبي يعني يا رب ان شاء الله. اتمنى من ربنا ان تتحقق يعني باذن الله، وان شاء الله تتحقق ان شاء الله. صح كده. ان شاء الله. وانت تسال وانتوا تسالوا إن باذن شاء الله الله. خير يعني ان شاء الله. انا عندي طب اتفضل. سؤال، انت بتجيب جوان كتير ليه؟ والله سؤال كمشجع بصراحه. هي بتجيب جوان كتير. هي فكره 7-6 بتدي فرصه ان انت تشوط في الجون كتير. يعني هم بيلعبوا 7 واحنا 6، فلما الكوره تقطع في اوقات كتير ممكن لو اتصدت او كده ممكن تشوطها في الجون على طول. فالحمد لله انا بتمرن عليها اصلا، يعني على طول بتمرن عليها مش بسيبها كده، لان هي رخمه شويه في وسط الماتش عشان تشوطها باللزق وكده ممكن تخونك. فالحمد لله انا بتمرن عليها كتير، بضيع كتير بس الحمد لله يعني في وقت اللي هي ماتش الحمد لله بتيجي يعني الحمد لله. يعني انا عاجبني ان انت في الحلقه دي كلمت الناس كلها بصراحه، يعني كلمتنا كجمهور، كلمت المسؤولين، كلمت اللعيبه التانية، كلمت الناس اللي بره الرياضه، كلمت كل حد. حابب توجه ايه لمين؟ حاجه انت بتاعتك بقى، حاجه شخصيه، حاجه عامه،
حد لسه بيبدا رياضه الهاندبول، نصيحه عامه للناشئين الشباب اللي طالع. يعني الحاجة المهمة اللي أنا شايفها من وجهة نظري يعني المتواضعة إن السوشيال ميديا قاتلة حقيقي، وعن تجربة. يعني أنا جيت في 2016 فعلا، لو الحمد لله ما قفلتش الفيسبوك وابتديت أبص على الكومنتس والحاجات دي كلها، ما كنتش ممكن أبقى بلعب هاندبول لحد دلوقتي. فعلا كان الموضوع بيأثر جدا، ومهما حاولت تقول ما بيأثرش، هو فجأة بتلاقي الكومنت طلع قدامك. يعني مثلا انت لعبت وحش او دخل فيك، جبت الكرة اتصدت منك مثلا، مش هقول كريم مثلا، حد مثلا لعيب الكرة شاطها اتصدت من اول كورة، كل الكومنتس اللي هو قراها بتطلع له هنا كده، تيك 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 على طول في ثانية. فأسلم حل عشان خاطر الواحد يفضل ماشي في طريقه أيا كان إيه اللي هيحصل، هو في الآخر إحنا ربنا أمرنا بالسعي، النتيجة دي في الآخر هو بتاعت ربنا. نتيجة بقى كويسة بالنسبة لك، نتيجة وحشة بالنسبة لك، هو في الآخر ربنا أراد كده. هو أنت اللي عليك تسعى تموت نفسك في التمرين، تسعى إن أنت تصحى الصبح تتمرن، تسعى إن أنت تاكل كويس، تسعى إن أنت، هو ده اللي عليك. مش تسعى إن أنت تخش تشوف في الفيسبوك عامل إزاي، ولا تروح تعمل إيه، ولا تصاحب حد يكتب عليك. الكلام ده كله مرفوض تماما، مرفوض تماما، عشان خاطر تعرف تستمر. أنت ممكن تعمل كده، تفضل مثلا بطولة بطولتين تلاتة، شهر شهرين تلاتة، سنة سنتين، لكن عمرك ما هتفضل مستمر فترة طويلة لو فضلت تتابع السوشيال ميديا، لو فضلت أهم حاجة بالنسبة لك الكلام بتاع الناس. يعني انت لو لعبت مثلا كويس والناس كتبت عليك وحش، وانت شايف انت لعبت كويس ولعبت وكل حاجة كويس، ولقيت مثلا واحد كتب وحش، انت ممكن اصلا تحس ان انت لعبت وحش مع انك اصلا مكسر الدنيا، والعكس صحيح. حاسس ان كريم بيكلم عياله، آه، صح؟ ممكن. سلام اه سلم على عايز تقول لهم حاجه؟ لا ربنا انا يبارك فيهم. امين يا رب يخليهم لك. والله يا كريم انا كلمتين من القلب وكلمتين جريئين جدا، معلش يعني دول كلمتين شكرا انت بتقول كده، لان الكلام ده لما يطلع من كابتن من كباتن منتخب مصر، لعيب تاريخي وحالي للجيل ده من الهاندبول لمنتخب مصر، لا ده كلام لازم يتسمع، وده كلام هو لمسه وكلام هو شافه. كلنا من بره يمكن نحس ان الصور ملهاش تاثير، الكومنتات ملهاش تاثير، اللي انما هو ممكن يوصل زي ما بيقول لك، اللي هو انا بعمل ماتش كويس ببدا احس ان عامل ماتش وحش، او العكس، ودي مصيبه تانية لو انا عامل ماتش وحش وعاش يا كابتن يا عالمي. لو واحد صاحبي في البتاع يخش يكتب لي أيوة. خلاص بقى الناس كلها تلاقي دخلت اصلا، ممكن ما يتفرجش على الماتش. هو معظم الناس اللي بتكتب يعني انا الحمد لله لما مثلا في لعيبه بييجوا يتكلموا معايا، انا اصلا ببقى يعني اللي هو انا اكني مثلا ايه، اكني مش فاهم، اكني من عالم تاني، وانا مبسوط جدا. يعني مبسوط جدا ان انا حاسس ان انا من عالم تاني في الوقت ده، لان مش حاجه كويسه ان انا اخش ديب واشوف مش عارف ايه، مش دي الاولويه. وهيحصل لي ايه، هتفيدني بايه طيب يعني. وممكن انا ببقى عارف من جوايا ان انا بقى الناس بتنتقدني، عارف جدا، بس وبعدين طيب ومش شايفها على الاقل، مش شايفها لا ما هو طبيعي، انا عارف انا عملت ايه، انا عارف. بس المشكله بقى لو انت بقى المقياس بتاعك الكلام بتاع الناس، لا هو انت المقياس بتاعك نفسك انت لعبت ايه، انت عارف انت عملت ايه. هل انت قصرت؟ لا ما قصرتش، خلاص هو ربنا عايز كده. هل انت قصرت؟ قصرت، اراجع نفسي. هو ده اللي المفروض الواحد يفكر فيه، مش الواحد يفكر فيه ان انا ابص على الكومنت ده ولا انا اعمل. هو دي يعني الرياضه، يعني للاسف لو حد تعرقل في حياته هيتعرقل بسبب السوشيال ميديا، ولو حد نجح في حياته هينجح في حياته عشان خاطر هو بعد تماما عن السوشيال ميديا وعن كلام الناس. قفله. انا مش عايز اقول حاجه بعديها. قفله جميله يعني، مش هنطول كتير بعدها. فعلا شرفتنا ونورتنا، وشكرا على حضورك، شكرا على كل كلمه اتقالت، ومن قلبي بتمنى الناس تتفرج على الرحله دي من وجهه نظر صاحبها، لان فيها دروس كتير قوي. طبعا باذن الله. لا اتشرفت والله، ويا رب يعني الواحد يعني يكون كان ضيف خفيف عليكم. لا خلاص، ربنا يوفقك في اللي جاي ان شاء الله. شكرا ليكم، استنونا في حلقات جايه من MTC بودكاست. سلام عليكم.